يعني اقول لك اللي احنا الفتره اللي احنا كنا فيها وكنا عايشينها، احنا دايما بنفكر في الاهلي، بنفكر ان احنا نوصل لحاله فنيه كويسه. بتفكروا في الاهلي بس اه ده يعني ده وده اهم حاجه ان بالنسبه انا لي. اعلى بالمستوى واعلى بالظبط، لان بالأجواء انا اللي لو حواليا. وصلت المستوى بتاعي خلاص، انا بالنسبه لي مش هيأثر على اي منافس. فهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. طيب هل الاهلي وصل لمرحله ال 100% اللي انا بقول بيها بدأنا مرحله كويسه، بدأنا مرحله كويسه، ودي بالنسبه لنا في حد ذاتها دي حاجه كويسه، خطوه كويسه ان انت تثبت فيها وضعك، اللي انت تراجع فيها ثقتك لعيبتك ولجمهورك. النهارده كل الدعم مع الناس كلها في ظهر اللعيبه زي ما كابتن بركات اتكلم في النقطه دي، ونقطه مهمه جدا جدا ان الجمهور بيعمل ضغط كبير جدا وبيدعم اللعيبه بشكل كبير جدا، ويدي استقرار الجهاز الفني ومجلس الاداره، دي بتأثر بشكل كويس جدا. مش كل الماتشات اللي انت فقدت فيها بنقط كنت سيء فيها. طيب يعني انا ماتش المحله النادي الاهلي اسالك سؤال عشان ماتش المحله. اسالك سؤال عشان اختم. هل شايف انه زي ما كابتن وائل الألباني بيقول الزمالك هو المنافس المباشر للاهلي، ولا شايف انه الاهلي بيفكر في نفسه كاهلي، ولا شايف زي ما الاستاذ ابراهيم ما بيقول انه الاهلي منافسه المباشر لم يظهر بعد اللي هو بيراميدز؟ بص خلينا نحترم الناس كلها. بيراميدز عنده فريق كويس، الزمالك فريق كبير، فهيسعى ان هو ينافس، وبيراميدز هيسعى ان هو ينافس، وبالحسابات بيراميدز يعدي الاهلي والزمالك لو خلص الماتشات اللي هي متاجله. ولكن انا دايما بحب اركز في فرقتي انا يا ابراهيم. انا فرقتي دلوقتي الفتره ديت انا مبسوط بيها جدا. ليه؟ عدت من ماتش مهمه جدا زي ماتش الزمالك، النهارده بكمل سلسله الانتصارات اللي وصلت 4 على التوالي. وعلى فكره ده مش غريب يعني النادي، ومش عايزين نفرح، ده دجله كسب 4 ماتشات على التوالي يعني. فما فيش انما ان اللعيبه عندها روح واللعيبه عايزه. انا اللعيبه بتاعتي اللي انا واثق فيها لو هي في حالتها انا شايف ان انا هبقى اقرب واحد لبطوله الدوري. كابتن بشكركم شكرا جزيلا. كابتن فؤاد عايز تقول حاجه؟ عايز تقول حاجه؟ كابتن انا عايز اقول حاجه، عاوز اقول انا عايز اقول حاجه بس لا خالص، بس المنطق والعقل وكل حاجه بتقول ان الدوري لسه بدري قوي قوي. تاني حاجه ان زمالك اهلي بيراميدز باللي احنا شايفينه هينافسوا طبعا. وانا عايز اقول حاجه، انا بحترم كلمه بركات جدا، ما قال لك احنا بنحترم كل الناس. هو الاهلي برضو لما بدا بدايه سيئه استحاله ان حد مننا يقول لك ان النادي الاهلي مش هو المنافس. ليه؟ ما كانت الناس بتقول النادي الاهلي. لا ناس ماليش دعوه، انا بتكلم علينا، محدش يقدر يقول كده. تمام، لكن طبيعي ان انت النادي الاهلي مش في حالته، حتى لو هو رجع دلوقتي هو لسه برضه مش في حالته، خد بالك. النادي الاهلي بص يعني رغم المكسب لكن برضه الاداء مش احسن حاجه عشان تبقى فاهمني. هما الاثنين عندهم نفس الظروف، ممكن يكون الاهلي دلوقتي بدا شويه لكن النادي الزمالك لا لسه في المنافسه خد بالك، وعنده لعيبه غيابات كتير. بص وعنده غيابات كتير، الغيابات دي لما ترجع والناس تلم بعضها واللعيبه تلم بعضها جوه اوضه اللبس اعتقد ان هيبقى في منافسه قويه ان شاء الله.